الطلاق الله سبحانه وتعالى جعله 3 طلقات. قال تعالى: الطلاق مرتان، المرة الثالثة ما بترجع له حتى تنكح زوجا غيره. وتنكح زوجا غيره التجحيش مو من ديننا. يعني الناس يظنوا انه والله اعطاها لزلمه يتزوجها ليله وطلقها، مو من تعاليم ديننا ابدا. النبي عليه الصلاه والسلام سماه التيس المستعار، وسيدنا عمر: ما اوتيت بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما. فمو من ديننا هذا. لكن الحشاشه ما بيقبلوها على حالهم انه ايش يعني يعطوا نسوان بعضهم لبعضهم. نجي نحن كمشايخ نفتي بالتحليل، هذا ما موجود بشرعنا. فلذلك إذا كان إنسان طلق زوجته بالثلاث فبنقول له الله يعوض عليك بالمرة. واحد مرة آخذ زوجته ونازل هو وياها على المناخلية، نازل يشتري له كم غرض، قام وقع منه كيس مصاري كله ليرات ذهب. جن، رقد دور قيم يحط المصاري، كيس مصاري يا جماعة، ولا لقاهن واحد عتال جاء ضب هالمصاري حطهم بجيبته. مشي بالسوق ولا واحد عم يسأل: حدا لقالي ايه نعم كيس فيه مصاري فيه ذهب؟ قال له: قديش فيه؟ قال له: هالقد وهالقد. قال له: هذا هو؟ أخذوا فتحوا، هذا هو بذاته. طلع بيه العتال، عمل شو أجدى بالعتال، لك بيغنى لولد ولده، لك بيشتري بيت بيشتري محل. شلون هيك؟ العتال اجى اعطاه، راح اشترى له جرس اللي نعم. قال له: خذ هالجرس هذا، كل ما جعت بتدق بالجرس مشان تتذكر انك ما فيك مخ، وانك ايه نعم رجعت لي المصاري. اخذ الجرس وراح. هالزلمه هذا بعد فتره تشاجر هو وزوجته، طلقها بالثلاثه. قالوا له الناس هذول نعم الناس التعبانه، قالوا له: بدك تجحشها. وين بده يجحشها؟ بده واحد جحش يكون مشان يعطيه اياها، يكون مخه واقف. قال: والله ما في غير هالعتال اللي كان بالمناخليه بيوم من الايام. راح لعنده: مرحبا عمي. قال له: اهلين. قال له: عمي اي نعم لح زوجك مره المسا بكتب كتابك عليها، الصبح بتطلقها، ماشي؟ وهي ليره ذهب. قال له: ماشي. اي نعم. اخذ ليره ذهب وفات لعند هالمرة، قعدوا لقيته عتال عضلاته مفتوله وزلمه شديد عديد، وغير شكل عن هذاك الميت النايط اي نعم اللي اي نعم عايف حاله، مره بيلحس لحسه عسل، ومره شو مدري شو بياخذ حب من الصيدليه، مره غير منفس عايف حاله. قالت له: اذا اجى الصبح هذا الزلمه اللي اعطاك ليره ذهب وقال لك طلق، لا تطلق. قال له: ايه. اجى جوزها الاولاني دق الباب، فتح له. نعم. قال له: مشان تطلق. قال له: بدك مرتك؟ قال له: ايه. قال له: خذ الجرس، كل ما اجت مرتك على بالك دق بالجرس. هنا تعطيني جرس لما جوع، هي الجرس دق فيه لما بتجي بالك، لما بتجي مرتك على بالك. فالطلاق اي نعم سبحان الله، يعني رب العالمين وضعه بأيدي الرجال. وثلاث مرات. أول مرة مشان الإنسان يجرب حاله، فلما بيطلق الإنسان زوجته أول طلقة سبحان الله بتلاقي إيش؟ ما بدي إياها، ما عم تطيعني، ما بتسمع الكلمة. بيجوا هالناس: طول بالي بطول بالي، ما بدي إياها. جمعتين ثلاثة بيعضوا الجوع. بيجوا هالناس لعنده: رجعها. والله ما بدي إياها. يا زلمة رجعها منيحة أم أولادك؟ والله مالي عرفان شو بدي، ما بدي إياها. بيغيبوا جمعة ثانية بيجوا لعنده، بيصير بيقول: إن شاء الله تجي واسطة مشان رجعها أكسب ماء وجهي. بيقولوا له: رجعها كرمالكم ها، ولا أنا ما بدي رجعها. طيب رجعتها. ثاني مرة قال لحاله، تشاجروا وياه لساعتها على عائلة تريس، لك قال لحاله: من جرب المجرب فعقله مخرب. لك شو كان بدي فيها أنا، ليش رجعتها؟ قال له: أنت طالق. هي ثاني مرة سمح له الشرع، طلقها ثاني طلقة، راحت لبيت أهلها قعدت. رد عضه الجوع، رد بده يتزوج، مين بده ياخذه؟ كل واحد بيقول له: طلق لحتى نعطيك. اي نعم. وعنده أولاد، والأولاد بدهم أمهم، وحالتهم حالي وكذا. شيء بالشيء يذكر. مرة كنا تلاميذ بجامعة عم ندرس عند أحد المشايخ، واحد من الطلاب قالت له أمه، قالت له: طلق مرتك وأنا بجوزك ستها. طلقها. لا زوجته ستها، ولا أمها، ولا أختها. والأولاد ما رضي تحطهم عندها، بده يروح على الشغل صار يحط أولاده ويعود. مو حياة. فراح رجعها. يعني لما بتسمع أنت كلام اي نعم إنه طلقها وطلق زينة بميزان الشرع. فرجعها ثاني مرة، مسمح له. هلا المرة الثالثة دير بالك بقى، ما بترجع لك. المرة الثالثة متى ما طلعت من بيتك مشي الحال، الله يعوض عليك